تعال أقولك إزاي المخرج شريف عرفة قدر يغير في السينما المصرية. شريف عرفة مش بس مخرج بيعمل أفلام، شريف عرفة مدرسة كاملة في الإخراج. الراجل ده ليه تأثير مش قليل في السينما اللي بنشوفها النهاردة. لكن عارف أصلا هو بدأ إزاي؟ وعمل إيه عشان يوصل للي هو فيه؟ وإيه هو السر اللي بيخليه فارق عن مخرجين كتير؟ في الفيديو ده هتكلم عن مشوار شريف عرفة من أول ما كان مساعد مخرج لحد ما بقى واحد من أهم مخرجين السينما في مصر. هتكلم عن كل مرحلة في حياته السينمائية، فخليك معايا لآخر الفيديو عشان تعرف ليه شريف عرفة هو الأستاذ. كل واحد عنده حلم، هو ده الحلم اللي أنا ما حلمتوش. بيجيله يوم ويحققه. حقيقي كنت متخيل انك داخل جهاز الموساد وهتخرج منه على رجليك عادي كده. طريقي طال ولا قصر، لها مليون، لها مليون ولا هنكسر. خليني أحكي لك من الأول. شريف عرفة اتولد في جو مليان بالفن والسينما، أيام ما كانت السينما في مصر في قمة العصور الذهبية بتاعتها. ده لأن أبوه المخرج الكبير والمعروف سعيد عرفة، ده خلاه من وهو طفل صغير يشوف الحياة من زاوية مختلفة، زاوية الكاميرات والإضاءة والممثلين وهم بيعملوا بروفات على المشاهد. تخيل كده طفل صغير مش بيشوف الأفلام بس في السينما، لأ ده بيشوفها وهي بتتصور، وبيتعلم ويتعود على الكواليس من بدري، كأنه كان في مدرسة سينما من صغره. وده خلاه يراقب كل حاجة من حواليه ويتعلم منها، يسمع ايه اللي بيتقال والحاجات اللي بتحصل. كل ده خلق عنده موهبة انه يعرف يخلق لحظة تأثر في المشاهد وتعيش معاه. بيتهيألي من صغره كان بيحس ان الصورة مش مجرد سينما او كلام، لأ ده عالم كامل تقدر تخليه ملكك وتتلاعب فيه زي ما انت عايز. كبر شوية وقرر انه مش بس عايز يبقى زي ابوه، لكنه عايز يسيب بصمته الخاصة. وبرغم ان ابوه كان ليه دور كبير في فتح الطريق ليه، لكن شريف عرفة ما اعتمدش على الاسم بس، بالعكس اشتغل بجد واجتهد وبدأ طريقه كمساعد مخرج. اشتغل مع مخرجين كبار واتعلم منهم، ولكنه كان دايما عنده حلم إن يقدر يقدم حاجة جديدة، حاجة تخصه هو وتخليه مميز. يعني أنا بحاول أكون شريف عرفة كشخصيتي، مش تكرار، مش عشان اللي قبلي مش كويس أو لا، يعني هو حاجة جديدة. من البداية كان عنده رؤية خاصة، وكان عنده إحساس إن عايز يصنع نوع سينما بيتكلم عن الناس بواقعية، لكن في نفس الوقت بلمسات فنية تخلي الناس تشوف السينما بزاوية جديدة. وهنا بدأت الرحلة، واللي لازم نتكلم عن أهم المراحل اللي مر بيها واللي ساعدته في بناء مسيرته. طيب لحد هنا عرفنا شريف عرفة وإزاي اتربى جوه السينما من صغره، لكن أول لما قرر يخطو خطوة فعلية في المجال ما بدأش كمخرج، لأ هو قرر يبدأ من الأول، يتعلم الصح من الناس الصح، وينزل كمساعد مخرج عشان يتعلم أصول وقواعد الشغل. شريف عرفة نزل مساعد مخرج في حوالي 13 فيلم، واشتغل مع أكبر المخرجين وقتها. وده كان قرار ذكي جدا منه، لأن مع كل مخرج جديد بيشتغل معاه كان بيشوف زاوية مختلفة في كل واحد فيهم، طريقة تفكيره، إزاي بيتعامل مع الأمور الصعبة، إزاي بيحكي القصة، وإزاي قادر يخلق لحظة مؤثرة. وده خلاه يفهم الحاجات اللي لازم أي مخرج يركز عليها. اتعلم شريف عرفة من مخرجين مهمين زي سعيد عرفة ونيازي مصطفى وغيرهم كتير، لكن كان في مخرج مهم اشتغل معاه وكان ليه أثر كبير عليه، وهو الأستاذ حسين الإمام. حسين الإمام كان من أبرز وأهم المخرجين اللي اشتغل معاهم، وكان ليه تأثير واضح عليه، لأن حسين الإمام كان معروف بحسه التجاري القوي وقدرته على تقديم أفلام تحقق نجاحات كبيرة وضخمة. وكل مخرج اشتغل معاه شريف عرفة كان دايما بيتعلم منه حاجة جديدة. كل مرة كان بينزل فيها اللوكيشن كان بيشوف تفاصيل ومواقف بتعلمه أكتر وأكتر. الخبرة دي هي اللي خلته يبقى مخرج قادر يدمج بين النجاح التجاري والفني في عمل واحد. من هنا بدأت الانطلاقة الحقيقية، واللي هتعرف من خلالها ازاي شريف عرفة ساب ليه بصمة خاصة في السينما المصرية. أساتذة كتير علموني لما اشتغلت معاهم مساعد، الأستاذ حسن الإمام، الأستاذ نازي مصطفى، الأستاذ عاطف سالم، ومن الجيل الجديد فاضل صالح والأستاذ محمد خان. في بدايات المخرج شريف عرفة، وبرغم إن أول أفلامه محققش نجاح تجاري كبير، لكنها كانت مليانة بتجربة وإصرار على تقديم شيء جديد. ونبدأ مع أول فيلم ليه، الأقزام قادمون.
اللي اتعمل 1987 واللي كان عايز فيها يقدم فكرة جديدة بعيدة عن السائد، فدخل في عالم من الخيال شوية، حاجة مختلفة عن الناس متعودة عليها. فكرة السخرية والخيال كانت غريبة على الجمهور وقتها، وللأسف الفيلم محققش النجاح المتوقع. الله ضحكتك حلوة قوي يا رمانة. وبعدها في 1988 عمل فيلم الدرجة الثالثة اللي كان من بطولة أحمد زكي وسعاد حسني. الفيلم بيتكلم عن الطبقات الاجتماعية والفرق ما بينهم، وكان أول مرة بيتم تناول الموضوع بالطريقة دي مع شوية تهكم وكوميديا اجتماعية. والفيلم كان بيحاول يوصل للناس إن حتى الدرجة الثالثة ليهم حقوق وصوت، لكن الجمهور برضه ما كانش جاهز لده وقتها، وتأثر نجاحه بالطريقة والأسلوب اللي اتقدم بيه. نكتب ايه؟ احنا لا بنعرف نكتب ولا انت بتعرف تقرا، يبقى الحمد لله لا متاع ولا شكاوي والحلقة هتبقى مع بعض حلوة بالصلاة على النبي. وفي 1991 اتعرض فيلم سمع هص، واللي كانت أحداثه بتدور عن حمص وحلاوة اللي بيقدموا استعراضات في الشارع. والفيلم كان بيتكلم عن حلم الوصول للنجاح رغم الصعوبات، وركز على فكرة الشخصيات اللي بتعاني من هوس في تحقيق الأحلام مهما كانت الصعوبات والعقبات. ورغم إن الفيلم كان ليه طابع خاص ومميز، إلا إن الموضوع كان غريب على الجمهور برضه. حمص حمص يا حلاوة آخد عفرتك كل شقاوة وبقدم نفسي وحلاوة. وفي نفس السنة دي برضه اتعرض له فيلم يا مهلبية يا. الفيلم كان أقرب للميوزيكال الاستعراضي، وكان فيه كوميديا ساخرة عن المواضيع الاجتماعية والسياسية وقتها. استخدم الهزل والتريقة بشكل جريء جدا علشان يوصل رسالة قوية، وده كان جديد جدا وقتها وسابق عصره. والفيلم زي اللي قبله محققش النجاح المطلوب. بس بعد ال4 أفلام دول يبدأ شريف عرفة يحس إنه محتاج يغير أسلوبه، ومن هنا بدأ التعاون مع وحيد حامد وعادل إمام. والتعاون ده قدم لينا 5 أفلام من أهم أفلام السينما، من الأفلام اللي بتجمع بين الرؤية الفنية والتواصل مع الجمهور بشكل أبسط وأقرب ليهم. وكانت البداية في فيلم اللعب مع الكبار. الفيلم كان ليه طابع سياسي ورمزية قوية، واللي بيحكي عن حسن بهلول بهنساوي، واللي بيتواصل مع ضابط في أمن الدولة بيحذروا إن في حريق هيحصل بعد يومين في مصنع، وفعلا الحريق ده بيحصل. الفيلم هنا بيطرح تساؤلات حوالين العلاقة بين الأحلام والواقع، وبيسلط الضوء على ضغوط المجتمع في الفترة دي. شريف عرفة أبدع في تقديم عالم الفيلم وشخصياته القريبة من الناس، ونجح في التعبير عن قيود الحرية والأحلام المكبوتة، ودي كانت بداية إضافته الحقيقية للسينما وللجمهور. وبالنسبة ليا ده واحد من أفضل الأفلام. شريف عرفة استخدم الكادرات في الفيلم بطريقة مميزة، وكان بيعرف إمتى يقرب بعدسته من الشخصيات عشان يوصل مشاعرهم بكل بساطة ووضوح. وكمان عنصر الموسيقى كان عبقري، كان بيخليك تعيش مع الشخصيات وعالم الفيلم. والتفاصيل في الكادرات اللي كانت بتبرز التضاد بين حسن البسيط والضابط صاحب السلطة كانت بجد جامدة ومعبرة. ده ناس صغيرين أوي يا أخي وغلابة أوي. وبعد كده جه فيلم الإرهاب والكباب. الفيلم تناول موضوع البيروقراطية والروتين اللي بيقتل أي أمل في النظام الحكومي، وأحمد اللي راح يخلص أوراق بسيطة لابنه فجأة يتحول لراجل مسلح بعد معاناته مع الدوائر الإدارية والموظفين اللي حواليه، والناس من حواليه انضمت في لحظة غضب وتمرد. الفيلم من نوعية الأفلام اللي أنا بحبها، الكوميديا السوداء، وساب تأثير كبير في السينما المصرية لأنه تناول قضية حقيقية بطريقة مبتكرة. وشريف عرفة استخدم لغة بصرية مميزة خصوصا في مشاهد مجمع التحرير اللي خلى ليها شخصية في حد ذاتها. واحنا لينا مطالب ولازم تتنفذ. اقدر اخد فكرة عن المطالب بتاعتكم؟ مش جعانين؟ تحبوا تتغدوا إيه؟ إيه رأيكم في شوية كباب وكفتة وسلطات جنبيهم؟ توكل على الله، اطلب لكل مواطن كيلو كباب، ريش كتير، كفتة قليلة، السلطة محبشة. خطر جدا يا معالي الباشا انهم ياكلوا كباب، الحلقة هيجيبهم فوق يا فندم. انا بقول نجيب لكم علب كنتاكي 3 قطع. الكباب نخلي عشك وباب. الكباب نخلي عشك وباب. هاتوا لهم كباب. بعدين جه فيلم المنسي اللي بيحكي عن شخصية يوسف المنسي، عامل التحويلات اللي عايش حياة بسيطة لحد ما تدخل حياته غادة، واللي هي سكرتيرة راجل أعمال فاسد وتطلب منه يحميها. والفيلم هنا بيصور الكفاح بين الطبقات الثرية والبسيطة بحساسية عالية جدا، وبيعرض الحكاية بنظرة إنسانية وتخلي المشاهد يتعاطف مع الشخصيات. وبتشوف في الكادرات الضيقة اللي كانت بتبرز العزلة اللي عايش فيها يوسف، حقيقي كانت مؤثرة جدا.
ومع ظهور غادة الكادرات ابتدت تتغير وتدي أمل وحياة، وده خلى المشاهد يحس بتغيير حياة يوسف بوجود شخص جنبه. ودايما الموسيقى في أفلام شريف عرفة بتكون مميزة، وفي الفيلم ده اللي كانت بتعبر عن مشاعر يوسف البريئة. ما بتزهقش لوحدك؟ لوحدي لا، انا عمري ما بكون لوحدي. ما انا قلت لك انا بحلم على طول. انا حلمي اصلا مش جواز وستات وبس، انا اي حاجه احبها احلمها. كلت احسن اكل، لبست احسن لبس، نمت على انعم فرش، سكنت فوق سور وفلل. بعد كده بنشوف فيلم طيور الظلام. الفيلم ده جمع بين 3 شخصيات، فتحي نوفل وعلي الزناتي ومحسن. كل واحد فيهم ماشي في طريق مختلف. فتحي بيحاول يطلع للسلطة بأي طريقة، وعلي بينضم للجماعات المتطرفة عشان يكسب، ومحسن بيحاول يعيش حياة بسيطة بعيد عن الصراعات. وأكيد الفيلم ده كمان هو عبقري لأنه قدر يلمس تناقضات المجتمع المصري بشكل جديد، وبيوري ازاي المصالح والفساد يقدروا يخربوا حتى أقوى علاقات الزمالة والصداقة. وهنا أستاذ شريف عرف يقدم بعد فلسفي وإنساني بيركز على الاختلافات في السلطة والانتهازية. والعبقرية هنا مش بس في الحكاية، لكنها كمان في الطريقة اللي قدم بيها صراعات الشخصيات. الكادرات كانت دايما بتوضح الفرق بين فتحي المصلحجي وعلي المتطرف، وكان في فرق كبير دايما في الظل والنور بين الشخصيات. شريف عرفة هنا كان بيعرض الصراع بين الخير والشر بطريقة غير مباشرة، لكن كل لقطة كان فيها معاني كتير. بلاش تضحك على بعض يا علي، مفيش صداقة أبدا مع خصومة. 2 ديابة لا يمكن يعيشوا مع بعض في قفص واحد، يقطعوا بعض. وأخيرا مع آخر أفلام الخماسية، النوم في العسل. فيلم غير تقليدي بيعرض قضية غير تقليدية بتحكي عن عجز الرجالة الجنسي بسبب الإحباط. وفي الفيلم ده قدر يقدم الموضوع بذكاء وبشكل كوميدي، وفي نفس الوقت بيسلط الضوء على الضغوطات النفسية والاجتماعية في المجتمع. الفيلم ده كان جريء في تناول قضية صعبة زي دي بأسلوب متوازن بين الكوميدي والرسالة اللي وراه، وقدر يخلي موضوع جريء زي ده يوصل للمشاهد بطريقة سلسة، والضحك اللي فيه كان جد وجواه معاني، واستخدم الكادرات والرمزيات عشان يوصل معاني العجز. وكمان كان عبقري في مشهد المدينة الفاضية اللي بتعكس حالة الفراغ النفسي اللي في المجتمع. وبكده تكون خلصت الخماسية، ونيجي بقى للفيلم الجميل اضحك الصورة تطلع حلوة. الفيلم ده فيه لمسة من الحنين والدفى اللي بيحكي عن المصور سيد غريب اللي جاي القاهرة عشان يكون جنب بنته تهاني اللي دخلت كلية طب. الفيلم بيعرض قصة عن طبقات مختلفة وعن تضحية الأب أو الأم اللي ممكن يعملوا أي حاجة عشان خاطر أولادهم. الجمال في الفيلم ده اللي بيوري البساطة والنقاء اللي بتميز الطبقة البسيطة، وبيقدم قصة حب بريئة بين تهاني وابن رجل الأعمال. شريف عرفة في الفيلم ده عبر عن المجتمع بشكل رقيق ولطيف، وخلى الجمهور يحس إن هو جزء من الحكاية. ركز على تفاصيل حياة سيد وبنته، واستخدم الكاميرا هنا كأنها عين بتشاهد، بتشوف التفاصيل الصغيرة والحقيقية اللي ليها تأثير كبير. وهنا الموسيقى والإضاءة كانوا هاديين وجميلين جدا، وعكسوا روح الشخصيات وجمالهم، وده خلى الفيلم حقيقي وواقعي مليان بالمشاعر الدافية. في كل فيلم من دول شريف عرفة كان قادر يدمج بين الحكاية الفنية وبين حاجات الجمهور يتفاعل معاها ويحس بيها. الأفلام دي مش بس بتعكس موهبته، لكنها كمان بتظهر إبداعه في إخراج القضايا الاجتماعية بشكل ممتع ومثير. في حاجات كتير كان نفسي أتكلم فيها بالتفاصيل، لكن كل فيلم ليهم حقيقي محتاج حلقة لوحده، بس خليها في وقت تاني. ودي كانت نهاية مرحلة في مشوار شريف عرفة، واللي خلانا نستمتع بأفلام تجمع بين الفني والجماهيري، وتجمع كل عناصر النجاح من الإخراج والكتابة والأداء التمثيلي الرائع. بعد كده هنشوف مرحلة جديدة ومهمة في مشوار شريف عرفة، فيها تطوير في صناعة السينما المصرية وفهم للجمهور بشكل أكبر. خلينا نخش على المرحلة الجديدة ونشوف إزاي شريف عرفة قدر يكون المحرك اللي يغير السينما المصرية، ودايما كان عنده هدف إنه يقرب السينما لقلوب الناس ويقدم إضافة جديدة في الصناعة دي، حاجة ما كانتش موجودة قبل كده. ونبدأ بفيلم عبود على الحدود، واللي كان أول فيلم كبير لعلاء ولي الدين. شريف عرفة هنا قدم الكوميديا بشكل مختلف، مش بس بتضحك لكن كمان كان فيها روح المغامرة وحياة الشباب بتفاصيلهم. كان فيلم فريد وقتها، وخلق حالة كوميدية من شخصيات كلنا شفناهم في حياتنا. عبود على الحدود كان فاتح الباب لأفلام كوميدية أكتر تعكس روح الشباب وحياتهم. 40 جنيه يا صايع
انت مستريح يا بابا في الحاره؟ وانت فاهم انك مداري؟ ما انت مفضوح والحاره كلها عارفه ان انت منتصر. عاوز تحتفل بالانتصار يا صايع يا ضايع. انا لقيتك صغير منتصر قلت اهو كويس، اتنين ينفعوني ومفيش فلوس. وبعدين يجي فيلم الناظر اللي كان نقلة جبارة مش بس للفيلم ولا لعلاء ولي الدين، لكن كمان للسينما الكوميدي في مصر. وهنا أستاذ شريف عرفة ركز في الفيلم على صنع عالم كامل حوالين شخصية الناظر، وخلى الجمهور يعيش جو المدرسة بكل مشاكله وكوميديته. ونجح الفيلم لأنه كان مبني على حبكة مترابطة جدا، وبأسلوب قدر يسلط الضوء على الحياة الواقعية في المدارس بطريقة ساخرة. علاء ولي الدين وأحمد حلمي ومحمد سعد كلهم طلعوا بأداء كوميدي قوي، وده بفضل توجيهات شريف عرفة اللي قدر يبرز مواهبهم بشكل حلو وجميل. جايب لي ورد ولا ما فطرتش من الصبح يا ابن الجزمة. ونتنقل للمرحلة التانية مع فيلم مافيا، الفيلم اللي كان حرفيا نقلة كبيرة في الأكشن المصري. شريف عرفة غير مفهومنا عن أفلام الأكشن والإثارة وقتها، وأثبت إن إحنا ممكن نعمل أفلام أكشن محترمة بتفاصيل عالية. في فيلم مافيا استخدم المطاردات والأكشن بتكنيك جديد جدا على السينما المصرية، وقدم أحمد السقا بدور مميز، وخلى الفيلم ده من أهم أفلام الأكشن في مصر. وبعدين عمل فول الصين العظيم اللي الكوميديا بتاعته كانت جميلة وممتعة جدا، وهنا استغل أستاذ شريف عرفة محمد هنيدي وحسه الكوميدي، وخلق جو غريب وممتع ومغامرة جديدة في الصين للسينما المصرية. أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه؟ أفرتك دماغك برصاصة؟ جايز رصاصة تضرب في مامتك وترجع لي تاني تموتني. هو فين؟ راح فين اللي كل شوية يطير وعمل لي فيها خفاش؟ ها؟ لا يكون فاكرني الدكتور سنان. لا لا، ده أنا خرابها في مصر. طب وربنا كمان مرة لا نايمك من مغرب الصين. يوم ورا يوم حبيبي، مجاني نوم حبيبي، مجاني نوم. وربنا انت بتخم، بتعدي على واحدة بتضرب بالتاني. آخر رصاصة ضربها ما طلعتش من الماسورة، ردت فيه وجت في صدره قتلته. وصاني قبل ما يموت اديهولك. وبعدين عمل فيلم الجزيرة، فيلم بيحكي عن الواقع الصعب في الريف والعلاقات بين العائلات، وهنا قدم أحمد السقا في دور درامي قوي جدا، وخلى الفيلم مليان بمشاهد مبهرة سواء أكشن أو دراما. وبالنسبة لي هنا الجزيرة مش مجرد فيلم عادي، لأ ده علامة فارقة في تاريخ الأفلام اللي بتتكلم عن الصراعات الاجتماعية. الجزيرة بالنسبة لي فيلم ملحمي. من النهارده مفيش حكومة، أنا الحكومة. ونيجي بقى الفيلم ولاد العم، وده كمان من الأفلام اللي قدمت قصة سياسية صعبة بطريقة مشوقة، ورغم تعقيد المواضيع قدر شريف عرفة يخلي الجمهور يعيش لحظات التوتر والإثارة بدون ما يفقد المتعة. وأسلوبه في الفيلم دوت خلى المشاهد يحس بالتحديات اللي بيواجهها الأبطال، وقدم كريم عبد العزيز في واحد من أفضل أداءاته، وكمان واحد من أفضل الأفلام المخابرات المصرية. ليه مش عايزين تعرفوا حجمكم الحقيقي؟ تعرف ان انا لو مكانك ما اتمناش امنيه زي دي، عشان لو احنا عرفنا حجمنا الحقيقي فعلا هتحسوا قد ايه ان انتوا صغيرين. كنت بتعمل ايه هنا يا مصطفى؟ لا دي ارضك ولا دي بلدك؟ تصدق ان انا كنت لسه هقول لك نفس الكلام، لا دي ارضك ولا دي بلدك. واخيرا فيلم اكس لارج اللي بيقدم قصه انسانيه كوميديه عن زياده الوزن والعلاقات الشخصيه بالذات. احمد حلمي قدم دور جميل في الفيلم ده وخلانا نضحك ونتاثر في نفس الوقت. ومن خلال الافلام دي شريف عرفة قدر يضيف كتير للجيل ده من الفنانين، وعرف ازاي يخرج افضل ما فيهم ويطور من امكانياتهم في الكوميدي والاكشن والدراما. والتجارب دي ما كانتش مجرد افلام، لكنها كانت محطات مهمة لكل واحد فيهم يقدر يثبت بيها نفسه ويقدم حاجة كبيرة. شريف عرفة كان دايما بيدور على الجوانب الجديدة في الاداءات التمثيلية، وقدر يخلق مشاهد تفتكرها وتعلق معاك. وده جزء من عظمة شريف عرفة في السينما المصرية، والسر الحقيقي لنجاحه كان هدفه واضح: تطور وتغيير في السينما المصرية. مش بيفكر في الأفلام كأعمال تجارية، لكنه بيشوفها كأدوات للتطوير والتجديد في السينما المصرية. بعدها في رأيي بتبدأ مرحلة جديدة لأستاذ شريف عرفة، واللي بيدخل فيها المنطقة جديدة، وكأنها مرحلة فيها توازن، يعني لسه محافظ على المعادلة اللي بتوازن بين الشق الجمهوري والشق الفني، بس مع تحديات أكبر. علشان كده بتكون في أفلام مش بنفس القوة اللي اتعود عليها الجمهور من شريف عرفة،
لكنها برضه كانت محافظة على لمسته الخاصة. ولو بصينا على فيلم الكنز اللي أنا شخصيا حبيته جدا، هنلاقي إن شريف عرفة اشتغل على الحكايات المتشابكة وأثرها في تقديم التاريخ، بس مش بشكل ممل، مش زي ما ناس كتير كانت متوقعة. الفيلم ما كانش درس تاريخ، لكنه كان مليان بأحداث وتفاصيل في حقبات مختلفة تماما عن بعضها، وكل شخصية ليها قصة منفصلة بتكمل الصورة الأكبر. ده كان عن طريق استخدام الفانتازيا والفن في التصوير وحركات الكاميرا علشان تخلي المشهد مشدود طول الوقت. وبرضه عمل شريف عرفة فيلم صعب زي الممر، اللي تعتبر عودة قوية للأفلام الوطنية، وده كان تحدي كبير إنك تخلي جيل جديد يستمتع بده، لأن الفيلم مش بس بيحكي عن قصة وطن، لكن طريقة السرد الواقعية للأحداث كانت قوية، من حركة الكاميرا اللي بتحسسك إنك وسط الجنود لحد التفاصيل الدقيقة زي اللبس واللهجة ومواقع التصوير اللي كانت حقيقية. وكمان جرب نوعية جديدة في السينما المصرية مع فيلم الإنس والنمس، ودمج بين الكوميديا والرعب بطريقة ما اتعملتش قبل كده. وبعدها عمل فيلم الجريمة اللي برضو قدم فيها نوع جديد وبقاله كتير ما تقدمش قبل كده، وهي أفلام النوار والدراما النفسية، وقدم فيلم تشويقي مختلف عن المعتاد. بالنسبة لي المرحلة دي ممكن نسميها مرحلة التجربة والتطوير في صناعة السينما المصرية. أستاذ شريف عارف إنه بيجرب أفكار وأساليب جديدة، سواء في الكنز اللي حاول يخلط بين الدراما والتاريخ والمغامرة، وفيلم الممر اللي احنا كان بقالنا كتير جدا ما عملناش أفلام حربية زي دي، وطبعا في الإنس والنمس والجريمة كمان. المهم في كل ده إن كل فيلم عبر عن تجربة فنية جديدة، مش بس عشان يسلي الجمهور، لكن كمان عشان يضيف للسينما المصرية ويطور الصناعة من ناحية الإخراج. المرحلة دي زي تأسيس أفكار وأساليب جديدة ممكن تستفاد منها السينما المصرية في المستقبل. في النهاية أسلوب شريف عرفة هو سينما حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مش بس في المشاهد أو المشاعر، لكن كمان في الإخراج البصري واستخدام عناصر فنية بشكل يوصل للناس. الراجل ده من أكتر الناس اللي بتعرف تحكي حدوتة فعلا ويحرك الممثلين بأفضل شكل في المشهد، ودي حاجة مش كتير من المخرجين قادرين يعملوها. والمشكلة إن المخرجين بيفكروا في الكاميرا وإزاي يحطوها في أحسن زاوية، من غير ما يفكروا إزاي يخلقوا مشهد مؤثر، إزاي يخلوا الممثل يتحرك بشكل طبيعي يعكس حالة المشهد ويدخله في روح الشخصية. شريف عرفة فاهم ده كويس وقادر يعمله، وقادر يخرج لنا أفلام وأعمال تفضل في ذاكرتنا لحد دلوقتي وتعيش معانا حتى بعد ما الفيلم يخلص بكتير. ودي حاجة مش بتخلي الأفلام بس ممتعة، لكنها كمان تجربة سينمائية حقيقية. في السينما حاجة اسمها المعادلة الصعبة، وهو إنك تعمل فيلم فني يقدر يلمس الناس ويكون جماهيري في نفس الوقت. كتير من المخرجين جربوا يعملوا أفلام جماهيرية بس تناسب بسرعة، وفي ناس على العكس عملت أفلام فنية بس وعجبت النقاد لكنها ما كانتش مؤثرة بشكل واسع. لكن أستاذ شريف عرفة قدر يجمع بين الاتنين، الفني والجماهيري، وده في رأيي المعادلة الصعبة. علشان كده هو مدرسة إخراجية لوحده، وقدر يقدم نموذج تتعلم منه أجيال جديدة من المخرجين زي مروان حامد وأحمد علاء الديب وغيرهم كتير، واللي اتأثروا بأسلوبه وطوروا عليه لحد ما قدروا يقدموا بصمتهم الخاصة، بس لسه محتفظين بجزء من الخلطة السرية اللي بيقدمها شريف عرفة، وإن في معايير للجودة ما ينفعش تقل عنها. وجوده كمخرج كبير حقيقي بيضيف قيمة كبيرة للسينما المصرية. هو مش بس بيعمل أفلام، كمان بيقدم خبرته وتجربته كأنه كتاب مفتوح لأي مخرج جديد عايز يتعلم، وده خلى بصمته مش بس موجودة في أفلامه لكنها كمان في الأجيال اللي اتعلمت منه. علشان كده اللي عمله شريف عرفة على مدار السنين يخلينا لازم نقول عليه الأستاذ بجد. وفي الحقيقة أنا أتمنى في يوم من الأيام أنزل مساعد مخرج لأستاذ شريف عرفة في اللوكيشن، أشوفه وأتعلم منه، أشوف بعيني إزاي بيقدر يحرك الممثلين والكاميرا عشان يخلق إيقاع الفيلم، وإزاي بيصنع كل مشهد وبيضيف روح وحياة لكل تفصيلة. علشان كده كنت لازم أقولك وأعرفك ليه شريف عرفة هو الأستاذ الحقيقي في السينما المصرية، وإزاي وجوده أثر وهيأثر على أجيال كتيرة من المخرجين بعده. أستاذ شريف عرفة، والأستاذ بتتقال لناس كتير بس مش كل الناس ينفع نقول لهم أستاذ. شريف عرفة الأستاذ. واللي بيتعب في الحياة في لحظة لازم ينتصر